هل الفلوس تقدر تعمل كل حاجة في لعبة كرة القدم؟ ناس كتيرة هتقول طبعا صحيح، لكن بعد اللي احنا شفناه امبارح مع فريق بيراميدز واللي عمله امبارح مع اهل جدة يخلينا نسأل سؤال مهم جدا. السعودية بتصرف فلوس كتيرة جدا على كرة القدم، والكرة تطورت كتير جدا في السعودية، وده اللي ظاهر من 2023 وحتى من قبلها من 2022 كمان. لكن يفضل سر هنا، ليه مواجهات الأندية المصرية مع أندية السعودية بيبقى التفوق فيها لأندية مصر؟ الأهلي لعب الهلال واتحاد جدة في كأس العالم للأندية وفاز عليهم بنتائج كبيرة، وبيراميدز اللي عمله امبارح مع أهل جدة يخلينا نسأل سؤال مهم جدا: ايه اللي ينقص الكرة السعودية علشان تقدر انها تواجه الأندية المصرية في البطولات العالمية؟ وبرضه نفس الكلام ده كان موجود عند فريق بيراميدز قبل يوريشيتش ما يدربه. فريق بيراميدز كان ينقصه العقل اللي بيشتغل صح في لعبة كرة القدم، واخيرا فرقة الاهرامات لقت النقطة دي. علشان كده بيراميدز قبل يوريشيتش كان حاجة، وبعديه وهو معاه برضه حاجة تانية خالص. وده يأكد ان الفلوس لوحدها في كرة القدم ما تعملش كل حاجة. الفلوس لوحدها ممكن توصل لبعض النتائج الكويسة، لكن ما توصلش للنتائج اللي تخليني متفوق في اللعبة.